أعزائي المشاهدين صناع العاصمة، ومعاكم دلوقتي في جولة خاصة جدا من محافظة الوادي الجديد، وبالأخص من مواقع شركة الفلاح لاستصلاح الأراضي. ومعانا كمان قصة نجاح مختلفة جدا، مهندس كهرباء حول حياته للاستثمار الزراعي. باشمهندس محمد كامل، قصة نجاح مختلفة تماما. منين احنا مهندسين كهرباء وحولنا الاتجاه لسايد تاني خالص مختلف للوادي الجديد؟ وكلمني كمان عن قصة نجاحك مع شركة الفلاح. والله هي القصة أهلا بيكم الأول أهلا بيك. في الفرافرة وفي الوادي الجديد وأرض الخير إن شاء الله، وربنا بيجعل مفاتيح معينة على إيد ناس معينة بتيسر لناس أخرى أمورها. ابتدت القصة معايا أيام كورونا، قعدت في البيت زي كل الناس اللي بتقعد في البيت، فابتديت أتابع على السوشيال ميديا. شفت ناس كتير جدا، لفت نظري شركة الفلاح شيخ أسامة. حسيت بصدق كده معين، فابتديت أتابعه واسمع واتابع الكومنتات اللي بتيجي عليه عشان أشوف إذا كان في حد بيشتكي، في حد الدنيا مش مظبوطة ولا بتاع. لقيت الدنيا بسم الله ما شاء الله كويسة. اشتريت وانا بعت له، اشتريت وانا بره. جيت شفت الارض بعد 2.5 سنين. يعني حضرتك لما تعاقدت مع الفلاح ما كنتش موجود؟ ما كنتش موجود وما اشتريتش الارض دي برضو شاريها منه، بس مش بس وتعاقدت بعدين من على بعد؟ اتعاقدت وانا في المانيا وقتها. وقعدت بعد ما تعاقدت معاه وما شفتش الارض اصلا ولا اعرف هي فين لمده 2.5 سنين. نزلت السلام عليكم وعليكم السلام، ارضي فين؟ بعت لي. لقيت الكيان موجود، موجود، ولقيت الارض موجوده. وكان الحاج ياسر انا كنت شايفه معانا دلوقتي، يبقى هو اللي جاء وراني الارض في الاول. والحمد لله ابتديت نفسي تتفتح لحلمي، اللي انا صحيح مهندس كهرباء والحمد لله انا شاطر في مجالي، ولكن انا محب جدا 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 للارض وللزراعه. فكان حلمي طول عمري ان انا يبقى عندي ارض زراعيه. اسالك سؤال بس، ممكن ايدك التانية قدام الكاميرا؟ انا عايزه اقول للناس ان لا معلش، حضرتك ارفع ايدك كده عشان تشوفي عدة الشغل. حضرتك بتعمل كل حاجه بايدك بالفعل، لان هو ده حلمي. انا مش عايز اقعد او مش عايز استثمر، والا في مجالات تانية للاستثمار ممكن من وجهة نظري تكون افيد من الزراعه والعائد بتاعها اسرع، ولكن انا محب للزراعه. مهندس كهرباء ازاي بتشتغل بايدك في الارض؟ لا، هو انا يمكن المنتاليتي بتاعت الشخصيه من زمان بشتغل بايدي في كل حاجه. يعني بحب اعمل حاجتي بايدي، لان انا بحس ان لما بعملها بايدي ببقى سعيد نفسيا يعني. فعشان كده الزراعه كمان نفس الشيء. لما نزلت ولقيت الحاجات اللي انت تعاقدت عليها او الارض اللي انت تعاقدت عليها موجوده، نعم، ايه اللي حصل؟ ايه اللي كنت متوقع تشوفه ولقيته فعلا؟ يعني هو انا كنت شاري الارض بصفه معينه، ما كانتش تفرق معايا هي مزروعه ايه ولا هي ماهيتها ازاي، لان انا في حاجه في دماغي هو اللي انا عايز انفذها. فلما لقيت الارض موجوده بالفعل بنفس الاحداثيات اللي ربنا يبارك له يعني بعتها لي وانا بره، ابتديت اشتغل على الارض وابتديت بقى اتوسع، اخد جنبها اللي بعته لك هو اللي انت لقيته بالفعل. حتى نصيبي وقدري ان في طريق رئيسي شق الارض نصين. اول ما رجعت من السفر وشفت الارض مشقوقه نصين كان عندي اعتراض، ولما قابلت الشيخ اسامه قلت له لو سمحت انت مديني الارض قطعه واحده باحداثيات واحده، انا دلوقتي شايف الارض مشقوقه نصين وماشي في وسطها طريق. قال لي اللي انت عايزه، عايز ارض غيرها حاضر، عايز تاخد فلوسك بس انت هتبقى خسران لان طبعا التضخم شغال، عايز اللي انت شايفه. فكره ان انت تلاقي، انا مش عايزه اقول يعني هو صاحب شركه، هو بيساعد ومساعد جيد جدا لكل العملاء حتى بالنصيحه. بعد ما عاشرت الشيخ أسامة وتعرضت لكم موقف مشاكل طبعا، لأن دايما احنا ما بنلجأش لبعض ولا بنقابلش بعض إلا لما كمان عايزة أقولك حاجة، هو ثقافة جديدة علينا. يعني احنا ما كناش متعودين على الثقافة دي، احنا متعودين على ثقافات تانية مختلفة في الاستثمار، لكن ثقافة الزراعة دي جديدة. بالفعل. وبعدين لا، الزراعة بسم الله ما شاء الله زراعة حياة. يعني كل شيء الإنسان بيحلم بيه كاستثمار أو كاتجاهات في مناحي الحياة لو بص في الزراعة هيلاقيها. طب عايزة أقول حاجة بس، أولا أنا داخلة هنا لاقية يعني ما شاء الله مملكة. الله يخليك. أنت عايش في مملكة. ده أنا لسه
لسه ما حققتش اللي أنا شايفه عايزه. يعني كمان لو الكاميرا تجيب معانا بيت، يعني هو بيت حلو قوي وشيك ونضيف وهادي. نعم وكمان في مفاجاه كانت بالنسبه لي، احنا عندنا صوب، صحيح. صح كده؟ صحيح. كلمني بقى عن موضوع الصوب ده. الصوب لان انا نرجع تاني لحب الزراعه، بحب اعمل الشتله وازرعها من البذره مم. واطلعها واعمل تجارب، لان اذا كان في اتجاه علمي شويه انا اكتسبته من الحياه، فحابب ان انا اطبقه في الحياه العمليه. مم. فاستخدمت ده في الزراعه، واستخدمته كمان في الاسمده. في الاسمده. يعني انا طول عمري ما بحبش الاسمده المعدنيه، مم. او يعني خلينا نقول الاسمده الكيماويه، هي مش كيماويه ولكن خلينا الناس متعارف عليها بهذا الاسم. مم. وبميل للاورجانيك. قريت كتير عن الفيرمي. الفيرمي هي دودة الأرض اللي ليها مواصفات معينة، وكلما صغر الكائن مم. كلما كانت مخرجاته أفيد للأرض، وكانت سماد حيوي طبيعي مخصب للتربة ومثمر في الزراعة. مم. ففكرت في الفكرة، وبالفعل جبت دودة الأرض دي. هي مستوردة لأن في عندنا دودة بلدي، وفي دودة أمريكي، وفي دودة ريد ويجلر وتايجر وورم وشوية حاجات كده يعني. فبالفعل جبتهم وحطيتهم، عملت لهم صوبة مخصوص من الصوب اللي حضرتك بتسألي عليهم، مم. وابتديت انا أربيهم. عماله ادور على فين العمال اللي بيساعدوك، مش لاقيه. كان معايا واحد واحد بس؟ واحد واحد هو اللي عامل كل ده؟ لا آه. أنا اللي عامل، آه. لأن واحد ده على فكره انت معتز جدا ان انت اللي عامل. ما هو لان انا سعيد بان انا عامل. مم. يعني انا سعيد باللي انا بعمله. مم. فعشان كده انا بفضل حتى لما بيكون معايا حد يمكن بشتغل بايدي اكتر من. طب عايزه اقول حاجه، يمكن احنا حظنا حلو اليوم ان احنا جايين لك في يوم الحصاد، نعم في يوم الخير. بالفعل. كلمني عن حصاد القمح. طيب انا كان عندي حته ارض من الارض فاضيه، قلت ازرع قمح، اجرب الارض. الارض لسه جديده ما زرعتش خالص. مم. خدت فدان ونص وبالفعل زرعته قمح والحمد لله. يمكن النهارده لان انا حصده امبارح بالليل الساعه 1 بالليل، فموجود في الارض لو حابين نشوفه موجود. مم. فالحمد لله. برضو زرعته اورجانيك، ما استخدمتش اي اسمده على الرغم ان الارض جديده، ولكن انا تحديت نفسي واستخدمت الفيرمي فقط. دايما اللي بيشوفنا دلوقتي يقول لك طب انا هدفع كام وهكسب كام عشان توصل الارض للمرحله دي؟ انا هقول للي دفعت كام؟ مش عايزين نقول كسبت كام، مش هنقول كده، بس هل دفعت كتير عشان الارض توصل للمرحله دي؟ طبعا دفعت كتير ومستعد ادفع كمان، بس المشاريع الزراعيه مختلفه عن اي استثمار اخر. بمعنى ان انا زي ما بنقول كده بالبلدي، هي حصاله. انا بفضل احط فيها، ما باخدش منها غير لما تتملي. لما بتتملي بتفيض. بتفيض. فانا لغايه دلوقتي يعني ما اكاد لا اكون خدت كتير يعني من بس انت مستمتع بالحياه هنا جدا جدا. انت بعيد تماما عن الدوشه. انا عندي السكر. لما جيت هنا ما خدتش علاج السكر. الله. يعني دي تكفي. والحمد لله. يعني انا حاسس هنا طبعا الجو نظيف. برضو الفتنس اعلى. انا كنت بقعد على مكتب، اركب العربيه، انزل من العربيه ادخل المكتب تاني كده، ادخل موقع مش اكتر. لما جيت هنا لا، حسيت ان في لياقه، في فتنس قادر يعني. الحمد لله بصراحه. عايزه منك نصيحه لكل الناس اللي شايفه ان الوادي الجديد ده دنيا تانية بعيدة تماما، ومسافات وأرض غير صالحة لأي زراعة، تقول لهم إيه؟ أقول لهم هو طبعا يعني المشهد يكفي، المشهد اللي احنا فيه يكفي جدا، بس عايزة أسمع من حضرتك. هقول لهم والدي الله يرحمه قال لي مثل وأنا صغير، حطه في دماغي ومشيه في حياتي، والحمد لله يعني ما جابنيش ورا، بالعكس كان بيجيبني قدام. كان بيقول خلقت الدنيا للجريء المغامر. إذا كنت أنت شايف إن في مغامرة إن أنت تسيب مكانك في القاهرة، أنا من الجيزة من الهرم، إذا كنت تسيب مكانك في القاهرة وتيجي تقعد في الوادي الجديد، فأنت مش هتعمل حاجة. أنا بقول لأي حد ورا الكاميرا أيوة بيسمعني، إذا كنت بتفكر بالفكر ده أنت مش هتعمل حاجة في حياتك كلها ومش بقالك قد إيه ما نزلتش؟ بقالي كتير. قد نزلت يعني بقالي سنة ما نزلتش غير 5 مرات 5 أيام.
بس يعني كل مره يوم مم. انزل وارجع. انت بقيت عامل زي السمك اللي يطلع من البحر يموت. بالفعل بالفعل. انا بحييك جدا الله واتمنى لك يخليك. دايما الله التوفيق وحياه دايما ممتعه. الله يخليك. شكرا يا تسلمي، فندم، تسلمي. شكرا.